لقيت راجل في سن ال70 شايل صندوق خضار وبيقول لي بابتسامه باهته: تاخدي جرجير يا ست هانم؟ ولما قلت له عندي مش عايزه رد بابتسامه صافيه وقال لي: طب خدي نعناع. بلتفت بظهري عشان اقول له: مش قلت لك مش عايزه؟ لقيت عيونه باهته وبفطور وكانها بتحكي قصه مأساويه. ببص لهدومه لقيته لابس عبايه واحده بس وفي التلج ده، فبص لي وقال لي: ها يا ست هانم هتشتري ايه؟ قلت له: هشتري جرجير ونعناع. قال لي: طب عايزه بكام؟ قلت له: هاخدهم منك بس سيب الصندوق ده وتعالى معايا. وقفته عند محل ملابس واشتريت له جاكيت تقيل، وبعد محايله ومماطله خده بالعافيه. خليته مشي راضي وما رحتش الكليه. قفلت شقتي وانا بقول: يا رب ال10 اضعاف، يا رب ال10 اضعاف. خرجت موبايلي وبرن على عميد الكليه عشان اعتذر له، فقال لي: معلش الوظيفه واحده تانية استلمتها. جه جوزي من شغله لقاني قاعده حزينه فقال لي: مالك يا ايه انت ما اتقبلتيش في الوظيفه؟ قلت له: انا اصلا ما رحتش. قال لي: ليه؟ فحكيت له اللي حصل وقال لي: المنفقين كالشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت له: شهداء ايه بس يا زياد؟ قال لي: يا بنتي والله انت كده عند ربنا بمكانه الشهداء. اتعشينا وكلام جوزي فضل معلق في دماغي وقعدت اكرر: يا رب ال10 اضعاف. ودخلت المطبخ لقيت الراجل بتاع الخضار كان لافف الجرجير في جورنال بشياكه ونظافه. بشيل الجورنال لقيت اسمي. اتخضيت وحسيت بلخبطه، توتر وفرحه. كنت ناشره مقال ليا على الفيسبوك واتنشر بطريقه رهيبه لدرجه ان الجريده خدته وطالبين يشوفوني في اقرب وقت. سجدت على الارض من فرحتي، رحت لهم على طول وخدت منهم اول 3000 جنيه. يا عظيم، الحسنه ب10 امثالها، 10 اضعاف الفلوس اللي جبت بيها الجاكيت للراجل الطيب. وانا في الطريق للبيت لقيت صاحبتي بترن عليا وبتقول لي الجامعه اللي هي شغاله فيها صابها عجز كبير في الدكاتره وعايزين معيدين. رحت وقدمت على الوظيفه واتقبلت وبقيت متوظفه في الجريده وكمان معيده في الجامعه. بقيت متحمسه كل يوم ان الراجل ده يجي، وبقيت بحوش من مصروفي عشان افرحه، ولان كرامته كانت عزيزه عليه لما لقاني بغصب عليه انه ياخد مني فلوس. جه مرتين وما بقاش يجي تاني. قعدت ادور عليه فتره طويله فعرفت انه مات، وعرفت ان ولاده كانوا رموه من زمان وكان قاعد تحت بير سلم عمار. كنت حزينه عليه وكأن بركه كبيره غابت من حياتي، فقررت ان ادخل جمعيه بنص مرتبي لمده 2 سنين، واخدت الفلوس وقلت لكل قرايبي: ايه رايكم نعمل مشروع تبرعات ونبني مسجد جديد؟ فرحوا جدا وبقوا بيتنافسوا معايا لحد ما خلصنا الحمد لله المسجد. كان المسجد ده صدقه جاريه على روحه وروح كل بني ادم مات واهله استخسروا فيه. صدقه جاريه، مش كل نقص قليل، في نقص بدايته خير.